إن الذي ينبغي على كل مسلم أن يتذكر نهايته في هذه الحياة الدنيا، وليست هذه النهاية نهاية، بل وراءها غاية عظيمة، إنها الآخرة يا عباد الله. فعليك أخي المسلم وأنت تتذكر الموت ألا تتذكره متذكر من فارق الأحباب والأصحاب، وفارق الأهل والأموال، وفارق المألوف في هذه الحياة الدنيا. فهاته نظرة قاصرة سوف تؤدي بك إلى التحسر، ومما تنغص معيشتك، وهذا يدعو إلى أن أمرك سيسوء، على حد قول الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة، لذاته بادكار الموت والهرم. ليست هذه النظرة التي ينبغي أن ينظرها المسلم وهو يتذكر الموت، ويحرص أن لا يغفل عن ذلك طرفة عين. إن النظرة التي تفيدك يا عبد الله في تذكرك للموت أن تتذكر الموت وتتفكر في مفارقتك للعمل والتزود للآخرة. هذه النظرة العظيمة التي تدعوك إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وكلما أقبلت على ربك سبحانه وتعالى وإلا ازداد صدرك انشراحا، وازداد قلبك اطمئنانا. أما إنك إذا تذكرت الموت وتذكرت مفارقتك للعمل ومفارقتك لحرث الآخرة، فالدنيا هي محل التزود للآخرة معاشر المسلمين. أما إذا تذكرت الموت هذا التذكر، فلعلك يا عبد الله تأتيك مبشرات من رحمة الله جل وعلا ومغفرته، فإنك بعد ذلك ستحب لقاء الله جل وعلا. ومن أحب لقاء الله أحب لقاءه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.